المجرم الطليق، وحش السماء، مدمرات الدفاعات، سو 57 فخر الصناعة الروسية، استغرقت 30 عاما لتخرج للنور، وفي أول غاراتها ضربت أوكرانيا. سلاح موسكو المرعب الذي تريد أن ينهي حربها بالنصر على كييف. يقول عنها الروس أنها الطائرة القادرة على تنفيذ عملية عسكرية كاملة لوحدها، وتقول عنها واشنطن أنها خردة جديدة في جيش بوتين. 76 مقاتلة ستغير وجه الجيش الروسي، 10 منها باتت في خطوط الهجوم والدفاع، والبقية قادمة في الطريق. سوخوي 57 الوحش وصل. في يونيو من العام 2022 وفي عملية وصفت بالدقيقة، نجحت روسيا بتدمير شبكة ضخمة للدفاع الجوي في أوكرانيا. لقطات جوية نشرتها وزارة الدفاع الروسية حينها أظهرت طائرات من طراز سوخوي 57 وهي تضرب أهدافا عسكرية في كييف باستخدام صواريخ كروز موجهة تلفزيونيا. التقارير من روسيا بعد ذلك قالت أن 4 طائرات سو 57 هي من نفذت العملية، إذ حلقت خارج نطاق أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية وضربت الأهداف بدقة بمجموعة متنوعة من الصواريخ. وعنونت الصحف الروسية حينها بكل قوة: الشبح الذي يطوف في سماء المعارك نفذ المهمة بنجاح، في إشارة لأول ضربات سو 57 في الحرب. اختفى الحديث عن الطائرة لشهور، حتى جاء تقرير وزارة الدفاع البريطانية، ففي آخر تحديث استخباراتي دفاعي لها قالت أن سلاح الجو الروسي بات يستخدم أبرز وأخطر مقاتلاته. التقرير أكد أن موسكو نشرت طائراتها الحديثة من نوع سوخوي 57 منذ يونيو من العام 2022، أي منذ الضربة التي أعلنت عنها موسكو ضد دفاعات كييف. اعتراف غربي أكد أن المقاتلة باتت تصنع الفارق على الأرض، وأن روسيا قد استخدمتها حقا، وبات من الصعب على أوكرانيا إسقاطها أو مواجهتها. المجرم كما أطلق عليها حلف الناتو باتت اليوم تشغل الغرب كله، بعدما تأكد الجميع أن كل غارة تنفذ في أوكرانيا ولا تعرف كييف كيف تمت هي بتوقيع سو 57. فبدلا من مواجهة الصواريخ المكشوفة، بات على كييف ملاحقة شبح السماء بسرعة البرق، سرعة كبيرة وتخف رهيب وفاعلية مرعبة. سو 57 سلاح غير وسيغير من وجه المعركة، فما هي قصتها وما هي قدراتها؟ سو 57 أو سوخوي 57 هي مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس من المقاتلات الروسية الحديثة، صممت على يد مكتب تصميم طائرات سوخوي، فيما تكفل مصنع طائرات جاجارين في مدينة كومسومولسك الروسية بتصنيعها. أبرز ما يميزها وما تشتهر به هو صفة الشبح التي تمنحها القدرة على التخفي والمناورة من رادارات العدو. قبل أن تخرج للنور اكتشف أمرها حلف الناتو وأطلق عليها لقب فلن، وتعني المجرم، ومنذ سنين باتت تعرف باسم المجرم الطليق. رحلة الطائرة بدأت في العام 1990، وذلك عندما قرر الاتحاد السوفيتي البدء ببناء أسطوله الجوي من جديد. ورغم انهيار الاتحاد، استكملت روسيا المسيرة لتنجح الطائرة في 29 من يناير عام 2010 من تنفيذ أول رحلة جوية لها في السماء، ومع ذلك لم تدخل الخدمة في ذلك العام، حيث استمرت عملية التطوير والتجربة فيها لسنوات أخرى. وفي يوليو من العام 2019 أعلنت شركة سوخوي رسميا البدء بالإنتاج التسلسلي للطائرة، وفي العام 2020 دخلت الخدمة رسميا في الجيش الروسي، لتكون بذلك قد استغرقت 30 عاما لإنتاجها بالكامل. جيش بوتين يخطط بشكل رئيس لتحل طائرة سوخوي 57 محل كل من طائرات ماك 29 وسو 27، ويعول أن تكون المقاتلة المنافسة للمقاتلتين الأمريكيتين F-22 و F-35. أما عن مواصفات الشبح المرعب، فمن حيث الطاقم فهي تسمح بوجود طيار واحد،
وتصل سرعتها القصوى إلى 2600 كيلومتر في الساعة، والمسافة القصوى لها هي 5500 كيلومتر، في حين يصل ارتفاعها العملي إلى 20 كيلومترا. أقصى وزن يمكن للطائرة أن تقلع به يتجاوز 35,000 كيلوغرام، وأقصى حمولة قتالية لها هي 10,000 كيلوغرام. أما عن المميزات فيها فهي كثيرة واستثنائية، أولها وجود طيار مساعد افتراضي في قمرة القيادة، والقدرة على الإقلاع والهبوط على ممر قصير، مع قدرة فائقة على المناورة في الجو وفاعلية كبيرة جدا في إصابة الأهداف المطلوبة. يضاف لها تقنية الشبح التي تسمح لها بالقدرة الكبيرة على التخفي من رادارات العدو والتحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت. وأخيرا التزود بالوقود وهي بالجو. أما عن التسليح الذي تتمتع به المقاتلة الروسية فهي تضم 6 نقاط تتعلق على الأجنحة مع 4 حاويات للأسلحة. أما عن الصواريخ التي يمكن أن تحملها فهي متنوعة، منها صاروخ جوجو متوسط المدى من طراز كي 77-1، وصاروخ جوجو بعيد المدى من طراز كي 37 آم، وصواريخ جو سطح موجهة قريبة المدى من طراز اكس 38 آم آي، وصاروخ جو سطح مضاد للرادار من طراز اكس 58. وأحد أكثر الأسلحة فتكا التي يمكن أن تحملها هي القنبلة الموجهة من طراز كي اي بي 500. وأخيرا الصاروخ التكتيكي المضاد للسفن اكس 35 او اي. مجلة ميليتري واتش الأمريكية تقول إن للمقاتلة 5 مهام رئيسية يمكن أن تنفذها في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا. المهمة الأولى وهي الحرب الإلكترونية، لأنها تمتلك أوسع الإمكانات في مجال الحرب الإلكترونية، بينها منظومة جيمالاي التي تتوزع راداراتها على جسم المقاتلة كله. أما المهمة الثانية هي حرب الشبكة المركزية، لأن رادارات سو 57 تتبع 60 هدفا في آن واحد، ويمكنها التعاون مع منظومة اس 400 للدفاع الجوي ومقاتلة سو 34. ثالث الأهداف هي استعراض روسيا للقدرة على تصدير الطائرة، حيث أبدت بعض البلدان اهتماما بشراء تلك المقاتلة، كما أن استخدامها في سوريا وأوكرانيا يساعد في استقطاب اهتمامات إضافية بها واستعراض ثقة روسيا بمقاتلتها الحديثة. أما المهمة الرابعة فهي خبرة قيادة المقاتلة في ظروف القتال، حيث أن استخدامها في أوكرانيا يتيح فرصة لإعداد الكوادر الكافية القادرة على قيادتها وصيانتها. وتتلخص المهمة الخامسة في اختبار الأسلحة واستخدامها، فهذا يتيح كذلك اختبار الصواريخ الروسية متعددة المهام. قبل أشهر خرجت العديد من التقارير عن نية بعض الدول شراء المقاتلة الشبح. على رأس تلك الدول تأتي الجزائر التي يرجح أن تقتنيها قريبا. وإذا ما أظهرت المقاتلة المزيد من القوة في الحرب الأوكرانية فإنها حتما ستكون هدفا للكثير من الجيوش، وستنافس F-35 الأمريكية بقوة في سوق السلاح العالمية. فلمن ستكون الغلبة في النهاية؟ سو 57 أم F-35؟